السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بداية حياة. الست اللي في الفيديو دي سبحان الله كانت أيام الدكتور محمد مرسي بتطلع تشتكي من الأوضاع الاقتصادية، وإن إزازة الزيت بقت ب3 جنيه معرفش ولا 4 جنيه، وإن الأنبوبة معرفش كانت بكام، وبتطبل وبتهلل زي ما احنا شايفينها كده في الفيديو. نشوفها كده سبحان الله، اللهم لا شماتة، يعني تلف السنين وتجرب وتدوق نفس المرار اللي لاقوه أهل المعتقلين اللي بدون سبب والظلموا ان ابنها يعتقل، مع ان هي كانت ضد النظام وكانت بتطبل للسيسي. ان سبحان الله ابنها يعتقل وتدوق نفس الاحساس بتاع اهل المعتقلين، ان ابنها يعتقل من سنتين وطلعت تشتكي تقول ان كل اللي كانوا معاه في القضيه اللي مجرد طلعوا في التظاهر طلعوا براءه، وهي مش عارفه ايه سبب ان ابنها محتجز لغايه دلوقتي. انا بقول لها ان اللي بيساند الظالم ربنا بيسلطه عليه، وان ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش بالظلم، فكنت لازم تدوق من نفس مرسي بيه يا مرسي بيه، شيل القوطة بسرعة بيه، شيل القوطة بسرعة بيه، مرسي يا مرسي يا مرسي يا مرسي، مرسي يا مرسي يا مرسي يا مرسي، العدالة يا إما الكرسي، العدالة يا إما الكرسي، مرسي يا مرسي يا مرسي يا مرسي، الحرية يا إما الكرسي، الحرية يا إما الكرسي. قدام سجن بدر مستنية ميعاد الزيارة لابني، وفاجئ إن القضية بتاعت ابني اتفتحت وخرج منها ناس. طب ابني فين؟ معرفش. طب اكلم مين؟ معرفش. ما بقتش عارفه اكلم مين ولا اعمل ايه. كل اللي عملته يعني خلاص دماغي هتطير مني.